في البداية الحكاية كانت حلم، بس ما كنتش عارف إن الحلم ممكن يتحقق بالسرعة دي. أنا هحكي لكم الحكاية من الأول. أنا عبد الرحمن، كنت شاب في كلية تجارة في السنة الأخيرة سنة 2011، وكانت الحياة بالنسبة لي كلها أحلام ونفسي إني أحققها. كنت بحب دايما أمشي على النيل، ودايما كان نفسي أقضي ليلة واحدة في فندق هيلتون رمسيس، بس مش لوحدي، مع الشخص اللي قلبي هيختارها. وفي يوم 25 يناير 2011، اليوم اللي مستحيل أي حد ينساه في تاريخ بلدنا، نزلت مع الشباب نطالب بحريتنا وبحرية الشعب المصري كله. كان يوم صعب جدا، بس عمري ما هنسى إنه كان أحلى يوم في حياتي، عشان فيه قابلت أجمل وأرق بنت شفتها في عمري. في وسط الزحمة والضرب في ميدان التحرير، فجأة لمحت بنت واقفة بتصرخ وبتبكي ومش قادرة تتحرك من مكانها. مسكت إيديها وشدتها من وسط الضرب، وفضلت أجري بيها لحد ما وصلنا لأقرب مكان أمان. دخلنا المتحف المصري، فضلت ماسك إيديها لحد ما طلعنا الدور التاني، وقعدنا جنب تمثال كبير. كنت مش عارف اخد نفسي، وهي كانت منهارة من العياط. حاولت اتكلم معاها وقلت لها تهدى، وقلت لها اننا في امان، وسألتها هي مين وايه اللي جابها هنا، وشكلها باين انها مش نازلة بمزاجها. قالت لي وهي بتعيط انها مش من هنا، وان ده تاني يوم ليها في مصر. سألتها عن اسمها ومنين وايه اللي جابها. قالت لي ان اسمها ريم، وان باباها ومامتها مصريين بس مسافرين الكويت من 20 سنة، وهي اتولدت هناك. سألتها عن أهلها، قالت لي إنهم في الكويت، وإنها جت امبارح عشان تقدم في الكلية هنا وتقعد في بيتهم اللي في مصر، بس البيت لسه مش جاهز، فباباها حجز لها تقعد في فندق هيلتون رمسيس. وقالت إن ده تاني يوم ليها، ونزلت تتفرج على البلد. قلت لها إن حظها غريب، وإن اليوم ده مش عادي، وربنا يستر، وطلبت منها تهدى، ووعدتها إن أوصلها الفندق أول ما الدنيا تهدى. قالت لي وهي بتبكي شكرا، وإن موبايلها وقع منها والشنطة كلها ضاعت ومبقاش معاها أي حاجة. طمنتها وقلت لها ما تشيلش هم حاجة. كان الوقت تقريبا الساعة 3 العصر، وفضلنا قاعدين في المتحف لحد الساعة 8 بالليل، بنسمع أصوات ضرب نار من كل حتة. كنت كل شوية أخرج أشوف الدنيا بره وأرجع أقعد جنبها تاني. كانت رقيقة جدا وهادية، وبتتكلم بهدوء جميل. وفي مرة خرجت أشوف اللي بيحصل، ولما رجعت لقيتها واقعة على الأرض فاقدة الوعي. اتلخبطت ومعرفتش أعمل إيه. حاولت أفوقها وما قدرتش. خرجت أدور على أي حد يساعدني، وربنا كرمني بدكتور دخل معايا المتحف. الدكتور حاول يفوقها بالعافية. لما فاقت قال لها إنها تهدى، وسألها لو عندها سكر. قالت له إن فعلا بتاخد أنسولين وما أخدتوش من الصبح. الدكتور خدني على جنب وقال لي بجدية إن لازم الأنسولين يتجاب بأي شكل من الأشكال، لأنها ممكن تموت في أي وقت. قلت له أجيبه منين وهي شنطتها مش معاها والوضع بره زي ما انت شايف. قال لي نسيبها ونخرج بسرعة، نحاول نتصرف قبل ما تفقد الوعي تاني. خرجت انا والدكتور وقدرنا ندخل صيدلية في شارع باب اللوق، وجبت الانسولين ورجعت بسرعة لوحدي احاول ادخل المتحف تاني. وانا داخل ضابط ضرب عليا نار، واتصبت برصاصة في كتفي. كملت بالعافية لحد ما دخلت، وطلعت لها وجريت عليها واديتها الانسولين. حاولت ما بينلهاش اني مصاب، بس بعد 10 دقايق فقدت الوعي من النزيف. فقت لقيت نفسي نايم جنب ريم على الأرض، وكانت بتبكي. طمنتها وقلت لها إني كويس. قالت لي وهي بتبكي إن ده كله بسببها، وإني اتصبت عشانها. قلت لها بهدوء وتعب إنها تهدى وإننا هنحاول نخرج من هنا. قمت بالعافية مسكت إيديها وخرجنا من المتحف بأعجوبة. قدرنا نوصل للفندق وسط ضرب النار اللي كان في كل مكان. على باب الفندق الأمن رفض يدخلنا، وبعد ما اتأكدوا من رقم غرفتها دخلونا. طلعنا الأوضة، وأول ما دخلنا سندتني ونيمتني على السرير، وكلمت دكتور الفندق. بعدها ما حسيتش بحاجة. صحيت لقيت نفسي نايم، وريم ماسكة ايدي ونايزة على الأرض. أول ما اتحركت قامت وسألتني إني كويس. قلت لها الحمد لله، وإني لازم أمشي. رفضت وقالت لي إن الوضع تحت أسوأ، وما ينفعش إن أسيبها لوحدها. نظرات عينيها كانت جميلة جدا، وأول مرة أحس إحساس عمري ما حسيته قبل كده. سألتني عن اسمي. قلت لها إن اسمي عبد الرحمن. قالت لي إني كنت تعبان جدا، وإن الدكتور شال الرصاصة من كتفي.
وإني نمت 3 أيام من كتر المسكنات. اتكلمنا كتير وفضلت 5 أيام معاها في الفندق. كنا بناكل سوا ونتكلم، وكانت إنسانة جميلة بمعنى الكلمة. وفي ليلة وأنا قاعد معاها في البلكونة قلت لها إن من كام يوم كنت واقف على النيل بحلم إن أقضي يوم واحد في الفندق ده مع الإنسانة اللي يختارها قلبي. ابتسمت وقالت لي حققت نص حلمك. قلت لها لأ، وإني حققت الحلم كله، وإني حاسس إني لقيت الإنسانة اللي قلبي اختارها. قالت لي بخجل إنها أول مرة تحس بالأمان مع حد كده، واعترفت لها إني بحبها من أول لحظة شفتها فيها. وقالت لي إنها كمان بتحبني، وإنها حاسة إن تعرفني من سنين. والصبح قررت أنزل أطمن على أمي، ونزلت من غير ما أصحي ريم. وصلت البيت وما لقيتش أمي، وفي الآخر عرفت إنها نزلت تدور عليا واتدهست في الزحمة وماتت. وحسيت إني بقيت لوحدي في الدنيا. بعد 10 أيام حاولت أكلم ريم كتير ومحدش كان بيرد. رحت الفندق ومنعوني أدخل، وكلموها بالتليفون. قلت لها أنا عبد الرحمن. ردت وقالت لي عبد الرحمن مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. قلت لها ريم أنا عبد الرحمن، إزاي مش فاكراني؟ قالت لي إنها فعلا ما تعرفش حد بالاسم ده، واعتذرت وقفلت الخط. خرجت من الفندق وأنا عندي حالة ذهول. معقولة؟ ليه ريم عملت كده؟ مش عارف أعمل إيه، ويمكن زعلانة. طب ما كانت تقولي. وفضلت قاعد على النيل أفكر إزاي أشوفها وأعرف هي مالها. وفعلا فضلت قاعد عند الفندق في انتظارها تنزل في أي وقت وأعرف أكلمها. وفضلت أكتر من 5 ساعات قدام الفندق لحد ما لقيتها نازلة مع حد شكله مش مصري. مرضتش أقرب منها، بس كنت مستغرب جدا مين ده، شكله أجنبي. وهي قالت لي إن أهلها مصريين. خدت تاكسي وفضلت ماشي وراها لحد ما دخلوا بيت في العباسية. انتظرت تحت البيت أكتر من 3 ساعات لحد ما الراجل الأجنبي ده نزل. طلعت لها بسرعة، ما كنتش عارف الشقة، بس حاولت أخبط على كام شقة لحد ما ريم فتحت. قالت لي وهي متلخبطة عبد الرحمن امشي بسرعة من هنا. قلت لها يا سلام، يعني عرفتيني؟ مش نسياني يعني زي ما انت بتقولي؟ انت مين بالظبط؟ قالت لي طب ادخل بسرعة قبل ما حد يشوفك. دخلت البيت وقعدت على الكرسي، وهي قدامي نظراتنا لبعض كانت فيها أسئلة كتير لحد ما ريم اتكلمت. قالت لي رجعت تاني ليه؟ قلت لها انت مين؟ ومين الراجل ده؟ انا لازم افهم. قالت لي مش مهم اي حاجة ولا تفهم اي حاجة، اخرج من هنا وما ترجعش تاني وانساني بالله عليك. قلت لها لا مش هخرج، ولازم اعرف انا كنت بايت 5 ايام مع مين. قالت لي وهي مرعوبة ابوس ايدك امشي، انا هكلمك واحكي لك، هيموتوك امشي. قلت لها مين دول اللي هيموتوني؟ مش همشي ولازم اعرف انت مين ومين دول. وفي لحظات الباب كان بيتفتح ولقيت الراجل الاجنبي دخل البيت. اول ما شافني طلع المسدس ولسه هيضربني بالنار. لقيت ريم معاها مسدس وضربت الراجل طلقة في وسط دماغه، وقع على الارض ميت. كنت في حالة ذهول. شدتني من ايدي وقالت لي يلا بسرعة انت لسه هتفكر؟ طلعنا نجري وهي ماسكة ايدي. فضلنا نجري لحد ما قربنا من بيتي، ولما دخلنا الشارع بتاعنا وطلعنا البيت عندي ابتدينا نقعد وناخد نفسنا من كتر الجري. ما كنتش عارف اتكلم معاها ولا اقول اي كلمة، هي كان باين عليها الخوف. قلت لها ما تخافيش، احنا هنا في امان. قالت لي بحزن ايه اللي رجعك تاني؟ ما كنت مشيت وخلصت. قلت لها خلصت من ايه؟ ردي عليا يا ريم، مين الراجل ده وكان عايز يموتني ليه؟ قالت لي اسمع، انا مش هقدر اقول لك اي حاجة، انا هبات معاك للصبح وهمشي. قلت لها يعني ايه تمشي؟ تمشي فين؟ انا لازم اعرف انت مين ومين الراجل ده. قالت لي وهي انا كنت بكدب عليك يا عبد الرحمن، انا فعلا بابا وماما كانوا في الكويت، بس بابا مات وانا عندي 12 سنة وما كناش عارفين ننزل مصر عشان ندفنه. امي حاولت تاخد اي فلوس من الشركة اللي كان شغال فيها عشان نعرف نرجع مصر ندفنه ونعيش هنا. ما عرفتش تاخد اي حاجة، وكنا بنموت من الجوع والغربة ومش عارفين نعمل ايه. كملت وهي صوتها بيترعش. الناس اللي كنا نعرفهم ساعدونا انا وامي اننا نحجز بري، وركبنا اتوبيس عشان نرجع مصر. وبابا اتدفن في الكويت، واحنا في الطريق الاتوبيس اتقلب بينا. فقت وانا في المستشفى وجنبي راجل عجوز، سألته على ماما قال لي انها ماتت. فضلت اصرخ واعيط. خدني بعد كده وعشت مع اولاده، ومع الوقت عرفت ان الراجل ده شغال مع ناس وهو ما يعرفش عنهم اي حاجة.
غير إنهم بيدوه فلوس كتير نظير إنه ينفذ عمليات لحسابهم ضد العرب. في الأول كنت متضايقة منه جدا، وبعد كده فضل يكرهني في العرب واحدة واحدة، خصوصا حق أبويا اللي اتاكل واتدفن في بلد غريبة عشان الفلوس والبهدلة اللي أمي شافتها. سكتت لحظة وبعدين قالت لي: وفعلا اشتغلت معاهم وبقيت بساعده في كل حاجة أنا وأولاده. كملت الدراسة لحد ثانوي، وقالوا لي أنزل مصر أقدم في الجامعة وأعيش هنا واخد الأوامر منهم، وكنا مرتبين إن أنزل قبل 25 يناير عشان نتدس وسط الشباب وننفذ أكتر من عملية تساعد في الانقلاب. قالت لي وهي باصة في الأرض: بس للأسف لما حصل الضرب فجأة كل اللي كانوا معانا هربوا، وانت اللي لحقتني. أول مرة أشوف حد بيحبني بجد وخايف عليا وبيضحي بحياته عشان يجيب لي الأنسولين عشان أعيش. ساعتها كنت فرحانة بوجودك. رجعنا الفندق وقضيت معاك 5 أيام، وصحيت اليوم السادس لقيتهم فوق دماغي وانت مش موجود. ولما حكيت لهم اللي حصل بعديها بشوية لقيت آدم اللي ضربته بالنار بيبلغني إن في أوامر إنك أول ما تظهر لازم أقتلك. قالت لي وهي منهارة: عشان كده عملت نفسي معرفكش وكنت عايزاك تمشي. ولما نزلنا من الفندق آدم شافك وقال لي أعمل نفسي مش شايفاك عشان تيجي ورانا ونخلص منك. وفعلا استنى شوية واتأكد إنك تحت العمارة، وقال لي هينزل وأول ما يطلع لك خلصي عليه. ولما طلعت كنت عايزاك تمشي، كنت خايفة يرجع ويموتك، وملحقتش أكمل كلامي معاك عشان تمشي. ورجع آدم وحصل اللي حصل. وفجأة الباب خبط جامد ولقيت ريم بتقع على الأرض فاقدة الوعي. أول ما شفت ريم على الأرض جريت عليها وشلتها، دخلتها على السرير جوه بسرعة، ورجعت أفتح الباب وأنا قلقان جدا. لقيت علي صاحبي من الكلية وكان معايا في الميدان. قال لي يلا يا عبد الرحمن، الدنيا مقلوبة في التحرير وانت قاعد هنا. قلت له طب يا علي انزل انت على الميدان وانا جاي وراك. قال لي طب انجز بسرعة في ناس صحابنا وقعوا. قلت له تمام، انزل وانا وراك على طول. قفلت الباب ودخلت الريم، قعدت افوق فيها. اول ما قامت وعرفت ان اللي على الباب علي صاحبي مش بوليس، كانت عايزة تمشي. قلت لها ريم ممكن تهدي، انا سمعتك بس انت ما سمعتنيش. قالت لي انا عارفة انك مش طايق تتكلم معايا بعد اللي عرفته عني. ماسك فيا ليه؟ سيبني امشي. قلت لها مين قالك كده؟ انت انقذتي حياتي، لو كنت فعلا زيهم كنت سبتيه موتني. قالت لي بلهفة بعد الشر عليك، انا بجد اموت لو حصل لك حاجة. ابتسمت وقلت لها ايه ده بقى، ده حب كبير على كده. ابتسمت ريم ابتسامة جميلة وقالت لي بجد يا عبد الرحمن انا بحبك ومش عايزاك تتأذي بسببي. كفاية انك من غير ما تعرفني كنت بتضحي بحياتك عشان تنقذني. قلت لها بس كفاية كلام ملوش لازمة، انا بس عايز اعرف منك حاجة. وانت جاية مصر ما كنتيش عارفة انك جاية بلدك، جاية تساعديهم يأذوا اولاد بلدك؟ قالت لي وهي بتعيط لا، لا مش بلدي، لو بلدي كانت حافظت على بابا وماما ما كناش اتغربنا وما كانش بابا اتدفن في بلد غريبة. قلت لها طب انا موافق انكم شفتوا كتير وان البلد ما وقفتش معاكوا في حاجة، بس لازم تعرفي ان مش انت بس اللي اتظلمتي، كتير من الشباب اتظلم وناس ضاع عمرها في الغربة. مصر اجمل بلد في الكون بشعبها وبشبابها وبنيلها، بس خسارة طول عمرها خيرها مش لولادها. وعشان كده الشباب نزلوا يطالبوا بالتغيير. تعالي معايا هنستخبى في حضن المصريين، هننزل الميدان وسطهم وبالمرة هتعرفي مين هم المصريين. وفعلا قدرت أقنع ريم إننا نستخبى جوه الميدان وسط الشباب. نزلنا أنا وريم وفضلنا جوه الميدان يومين. ريم كانت مستغربة جمال الشعب المصري والتكاتف اللي كان جوه الميدان. شافت شعب أصيل وشباب واقف قدام الرصاص واللي فقد عينه ومكمل. يومين وحسيت إن ريم بقت قد إيه بتتكلم عن البلد بحب، وحست إنها واحدة منهم. وفي يوم 11 فبراير 2011 كنا في الميدان فرحانين بتنحي الرئيس. أول مرة ريم تحضني وكانت طايرة من الفرحة. وبعدها بساعة علي جه وقال لي عرفتوا اللي حصل؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي مسكوا بنت من منظمة كانت جاية قبل الثورة بيوم ولقوا واحد مقتول اسمه آدم في بيت قديم في العباسية. بصيت لريم وشفت الرعب في عينيها. قالت لي عبد الرحمن خلاص هيوصلوا لي. قلت لها لا اهدي، انا معاكي ومفيش حد يقدر يأذيكي الا لما يعدي على جثتي الاول. خرجنا من الميدان وسافرنا الصعيد وعشنا هناك، اتجوزنا وخلفنا عمر، وعدى علينا 8 سنين واحنا مع بعض. ما كانتش ريم بتسيبني لحظة واحدة،
كانت فعلا حياتي والنعمة اللي ربنا رزقني بيها. ولما كنا بنتكلم في السياسة كانت ريم أول واحدة ممكن تاكل أي حد يتكلم عن مصر، أي كلمة ما تعجبهاش، لحد يوم 4 أغسطس 2019، وده اليوم اللي قررنا نحتفل بيه بعيد جوازنا. وساعتها ريم فكرتني إن في حلم عايزين نحققه، إننا نقضي ليلة أنا وهي في فندق هيلتون رمسيس. كنت مبسوط وما كنتش خايف. عدى 8 سنين والحمد لله ما حصلش حاجة، وأوراق ريم بعيدة كل البعد عن الورق المزور اللي دخلت بيه البلد. وفعلا حجزت في الفندق ووصلنا أنا وهي وعمر القاهرة، وكنا قريبين جدا من الفندق، وكنا جنب معهد الأورام. وفجأة حصل انفجار كبير في العربية اللي قدامنا. ساعتها ازاز عربيتنا اتكسر، ونزلت انا وعمر في دواسة العربية. والغريبة لما طلعت من الدواسة لقينا ريم قاعدة مكانها، وشها متعور لكن في حالة ذهول. قلت لها ريم ريم. ريم ردت بقوة وصلابة: انا كويسة، انت وعمر كويسين؟ ساعتها استغربت جدا من تماسكها. مش ريم، انا استغربت انها ما اتلهفتش على عمر تطمن حتى عليه. وصلنا لحد المستشفى وعملنا الاسعافات اللازمه للجرح اللي في وشي انا وريم. قلت لها ما اتشائمت، تعالي نرجع البلد. ريم ردت بقوه قالت لي لا، هنبات في الهيلتون ونمشي بكره. كنت مستغرب قوتها في الكلام وعلى اصرارها اننا نروح الفندق. مرضتش ازعلها. رحنا الفندق ومن الارهاق دخلنا كلنا ننام. قمت بالليل ما لقيتش ريم جنبي. خرجت لقيتها فاتحه اللابتوب وبتكتب رساله لحد وبتقوله: انا هستنى منك باقي المعلومات عن العملية الجاية. ضحكت بصوت عالي، ضحكة مليانة دموع. معقولة انا كنت مغفل للدرجة دي؟ عرفت تخدعيني 8 سنين؟ ريم بتوتر قالت لي: استنى يا عبد الرحمن انا هشرح لك. قلت لها: لا، استنى ايه، سيبيني انا اشرح لك. انا عشت معاكي 8 سنين، ما كنتش بعمل اي حاجة غير ان اكون جنبك، محسسك بالامان طول الوقت، خايف عليكي لا ياخدوكي مني. كان ممكن اضحي بحياتي عشانك. طول الوقت حاسس انك اتغيرتي وحبيتي البلد وناسها. انت ازاي كده شاطرة للدرجة دي انك تخدعيني وتخدعي كل الناس اللي حوالينا؟ لا، وكنت ببقى مبهور بيكي وانت بتردي اي كلمة مش كويسة عن البلد. قلت لنفسي عرفت قيمة بلدها. قلت ربنا عوضني بيكي. حبيتك يا ريم حب كبير، اكبر منك بكتير، عشان انت طلعتي صغيرة قوي على الحب ده. والنهاردة عرفت انك لسه زي ما انت. بس اللي نفسي اعرفه، الناس اللي ماتت في الانفجار النهاردة بجد ما صعبوش عليكي؟ انا وابنك لو كنا حصل لنا حاجة كان هيبقى بالنسبة لك ايه؟ طب بلاش انا، ابنك كان عادي انه يموت؟ ريم ببكاء: كفاية يا عبد الرحمن، كفاية ارجوك، انا هنا علشانك وعلشان ابني. انت عشت معايا 8 سنين، شفت مني ايه غير الحب؟ انا كمان حبيتك وما حبيتش حد في حياتي قدك. طول الوقت كنت خايفة عليكوا، كنت عارفة ان مش بسهولة ينتهي الموضوع بهروبي منهم، وكنت بتابع من خلال الرسائل اللي كانوا بيبعتوها عن طريق الراديو، بس ما عرفوش يوصلوا لمكاني. لحد من ايام لما بعتوا رسالة عرفت منها انهم عرفوا المكان اللي احنا فيه. ساعتها عرفت اننا وصلنا للنهاية. كان لازم اتواصل معاهم واقنعهم ان معاهم باي شكل عشان يبعدوا عنك انت وعمر، وهم اللي خلوني انزل القاهرة عشان اثبت لهم اني معاهم. بس والله ما اعرف حاجة عن الانفجار كان قريب مننا. كانوا يقصدوا يعرفوني ان ممكن يبقى فيكي انتي وابنك وجوزك. عشان كده انا كنت خايفة وقررت. عبد الرحمن رد عليها: قررتي ايه يا ريم؟ قولي يلا، قررتي ايه؟ انا بحبك يا عبد الرحمن، وعمري ما حبيت حد غيرك. انت وعمر ممكن اضحي بحياتي عشان انت وعمر محدش يأذيكوا. قلت لها: ممكن تهدي وانا هتصرف. ريم قالت لي: لا ارجوك، ممكن ما نتكلمش دلوقتي، نخش نرتاح ونتكلم الصبح، ووعدك ان هعمل اللي هتقول عليه، بس انا تعبانه ومحتاجه احس بالامان في حضنك، ممكن؟ وفعلا خدت ريم في حضني، وطول الليل وهي نايمه في حضني ودموعها بتنزل من عينيها. كنت بتقطع وبفكر ازاي اخرج انا وهي وعمر من الفندق ده ونروح بيتنا. ومن التعب عيني راحت في النوم، وصحيت ما لقيتش ريم جنبي، مش موجوده في الفندق كله. دورت عليها وقلبت الدنيا، اختفت ريم، وكأنه حلم وراح من حياتي وحياة عمر. ورجعنا لوحدنا أنا وعمر، وتعدي سنة ورا سنة
وأنا لسه مستني ترجع، وبقيت دايما بقف بالساعات قدام فندق هيلتون رمسيس، المكان اللي بدأت فيه وانتهت فيه قصة حبي. حلمت أكون فيه مع حب عمري، وهو نفس المكان اللي راحت مني فيه وراحت حياتي معاها.